قلنا في الفيديو اللي فات الحاله الوحيده اللي بتخليني الجا اني اركب موتور ميه للمبنى لما عدد ادوار المنشأ نفسها تزيد، وموتور الميه دوره الاساسي هو الحفاظ على ضغط الميه ثابت جوه المواسير، وعشان كده بركب مع الموتور حاجه اسمها اوتوماتيك، وظيفته ان كل ما الضغط جوه المواسير يقل يبعت اشاره للموتور انه يشتغل عشان نفضل محافظين على معدل ضغط الميه. بس في مشكله صغيره جدا وهو اضطراب معدل الضغط جوه المواسير، نتيجه ان المبنى نفسه فيه مستخدمين كتير واستخدامهم للميه دايما متفاوت، فبالتالي الموتور هيفصل ويشتغل كل شويه وبعدين يتحرق. فعشان اقلل من مده فتح وغلق الموتور بركب حاجه اسمها بالون بتكون موجوده فوق الموتور، ودي لازمتها انها بتخزن ميه جواها عشان لما حد يستخدم الميه يسحب منها هي الاول، ويفضل الموتور مطفي وما يشتغلش الا لما الميه جوه البالونه تخلص. وكل ما عدد الادوار بيزيد وعدد المستخدمين بيكتروا بحتاج ازود عدد البلالين الموجوده عندي في الموتور. بس الكلام ده على قد ما هو منطقي وحل عملي الا اني مش هعرف ازود عدد البلالين بصوره كبيره قوي، اخري 3 أو 4 بلالين بالكتير جدا. وعشان كده بنروح للنظام الثالث وهو استخدام الخزانات فوق المبنى، وده اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي بالتفصيل. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.